طيب يا جماعة دلوقتي طبعًا إحنا عارفين إن حوار كلاتنبرج طبعًا إيه، إن بعد ما مرتضى منصور اتهمه وهو ده لُب الموضوع، بعد ما مرتضى منصور اتهمه إن هو شاذ جنسيًا وإنه على علاقة براجل، وطبعًا طلعت قناة الزمالك هزازين الرؤوس راحوا مأكدين على كلامه، وطلع واحد برضه من هزازين الرؤوس وراح قايل على الراجل كلاتنبرج عشان مش راضيين عنه أو عشان عايزين يمشّوه، راحوا قايلين إنه شاذ جنسيًا، وقُلت لكم في حوار قبل كده أبرز اللي خلّى من يومين قُلت لكم إيه اللي خلّى كلاتنبرج يمشي واتكلمنا بالتفصيل، لكن أهم ما جاء في الموضوع إن هو اتُّهم بأنه شاذ جنسيًا. طبعًا نسكت الموضوع لحد كده، لأ طبعًا الراجل مارك لاتنبرج اللي هو كان ماسك لجنة الحكام بتاعتنا، ده راجل بريطاني، فطبعًا ما فيش يا مرحميني، يعني كون إنك تقول على راجل حاجة زي كده إن هو شاذ جنسيًا، وتخلّي بنته تتصل بيه وتقول له وتسأله هو أنت سِبت أمي فعلًا؟ لأنه على علاقة مثلًا مع رجل، ما دول أجانب يا جماعة تفكيرهم مش زي عندنا، طيب فطبعًا حوارات الموضوع ده يسكت عند كده؟ لأ طبعًا، إيه اللي يحصل؟ يحصل مصيبة سودا. آه والله العظيم مصيبة سودا تضُر باسم مين؟ تضُر باسم مصر، وتضُر باسم الكرة المصرية، وتضُر بسمعة مصر، لأن الراجل ده المفروض إن هو كان سفير يعني كان جاي راجل من بريطانيا يشوف الوضع في مصر، وتنشر جريدة The Sun، The Sun دي جريدة مشهورة جدًا، تنشر جريدة الSun عن الخبر وعن المصيبة دي، وتقول إيه جريدة الSun في مقال في جريدة The Sun بتقول إيه؟ بتقول مخاوف تُجبر الحكم مارك كلاتنبرج على الفرار من مصر بعد إساءة بُصّوا مروعة. حيث ادعى رئيس نادي أنه دخل في علاقة مثلية الجنس، اللي أنا قُلت لكم عليها، مثلية يعني على علاقة مع رجل. طيب شوفوا، اضطر حكم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق مارك لاتنبرج هو كان حكم في الدوري الإنجليزي السابق، إلى الفرار من مصر، حيث كان مسؤولًا عن لجنة تحكيم كرة القدم في البلاد، قال لك إن هو هرب، لأنه فعلًا هرب، لأنه هو لمّا راح للسفارة بتاعته بريطانيا حكى لها على اللي حصل، قالوا له سافر حالًا. ليه قالوا له سافر حالًا؟ عشان قال لهم إيه، إن هو بُص ذا صن قال لهم: "تعرّض الإنجليزي لانتقادات لاذعة واعتداءات شخصية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرياضي الذي ادعى بشكل غير صحيح أن كلاتنبرج ترك زوجته لبدء علاقة مثلية الجنس بمصر." طيب قرر كلاتنبرج 47 سنة الرحيل عن مصر خوفًا على سلامته بعد تهديدات لحياته من أنصار الزمالك، لأن طبعًا لمّا مرتضى وقناة الزمالك هزازين الرؤوس، وإحنا عارفين إن في فئة بتتبعهم فئة مضللة أو هو ناس باعتهم، هددوا كلاتنبرج، راح للسفارة قالوا له سافر حالًا، وراح قال لهم إن أنا تعرضت لتهديدات. كلاتنبرج الذي يعتبر ده تكملة لجريدة ذا صن، كلاتنبرج الذي يعتبر واحد من كبار مسؤولي التحكيم الأوروبيين شعر بأنه يتعرض للتضليل بينما كان قلقا بسبب عدد من القرارات المراوغة التي اتخذها بعض المسؤولين باتحاد كرة القدم المصري فيما يتعلق بتعيين الحكام لإرضاء رئيس الزمالك. راح إيه لطط اتحاد الكورة وده اللي قلت لكم عليه ان هو كان مستغرب من تعيين ان هو ماتش الاهلي والبنك الاهلي حطوا حكام وهو مش عارف ان اللي كان مساعد بساعه ده اللي هو اللي كان مش فاكر اسمه السيد مش عارف ايه كنت انا قايل لكم عليه في الفيديو اللي فات بتاع السيد كان ينتمي اللي هو النائب بتاعه كان ينتمي الى نادي الزمالك وانه زملكاوي فكنت حكي لكم انا على المواضيع دي فقال لك ان اتحاد الكوره كان موافق على القرارات دي قال لك ان هو كمان ما تقاضاش الراتب بتاعه ادي يا عم ده صن طب نسكت لحد كده لا كمان المصيبه النهارده ذا ميرور ذا ميرور الصحيفة برضه ذا ميرور راحت كاتبة عن الموضوع ده النهارده، وقالت برضه دخلت على الخط، والفضيحة بقت على كل المستويات. طيب اللي لفت نظري أكتر رد اتحاد الكورة، يعني اتحاد الكورة طلّع بيان، عيّل بيان طويل عريض أنا ما ليش فيه خالص، وأنكر الاتهامات إن هو بتاع إن هو عيّنه حكام وهو مش عارف والجو ده كله. أنا كل اللي لفت نظري حاجة في بيان اتحاد الكورة، بصوا يا جماعة بخصوص عدم لأن هو كلاتنبرج قال أنا مش متعرّض للحماية، فقال لك بخصوص عدم حماية مارك كلاتنبرج شوفوا الكفتة اللي عندنا، فإن تواجده في جمهورية مصر العربية أكثر الدول أمانًا في العالم، اتحاد الكورة بيقول عن نفسه، فهذا أمر مبالغ فيه، حيث أنه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة، أسوةً بزملائه المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأولمبي اللي هو فيتوريا وميكالي. أما نقده في الإعلام فهذا أمر موجود في كل العالم، فإذا كان الأمر شخصي فيتم اتباع درجات التقاضي سواء في الاتحاد أو المحاكم. يعني قال لك إن هو عادي يا جماعة ما حصلوش حاجة يعني الراجل مش مكبّر الموضوع،
ولا متعرّض لإرهاب ولا متعرّض لأي حاجة، ده عادي جدًا يا جماعة، عادي، اتحاد الكورة المصري الكُفتة بتاعنا، عادي إيه اللي عادي؟ هو إيه اللي عادي؟ أنت بتعامله إزاي كإنه واحد مصري، ده جاي من برّه يبقى تحترمه، يعني إيه عادي؟ يعني إيه واحد يطلع يقول له أنت متهم أنت على علاقة مع راجل تاني، وقناة تتبع الدولة تطلع تقول لك إن هو على علاقة مع راجل تاني، يعني إيه ييجي له تهديدات من أنصار الزمالك وتقول إنه عادي بيمشي في الشارع لوحده، يمشي في الشارع لوحده إيه؟ الراجل اتهدد من رئيس ناديك، ما أنتاش قد الأجنبي ما تجيبوش، ما تفضحوناش برّه وتطينوا سمعة ميتين أبونا برّه في مصر، ده الراجل مارك كلاتنبرج لمّا كان بييجي يتفاوض مع حكام ييجوا يحكموا مصر كان بيعاني يحكموا ماتشات مهمة كان بيعاني من مشاكل كبيرة جدًا، إيه اللي عادي يا اتحاد كورة؟ يا كفتة، يا كفتة، يعني إيه ما تعاقبش رئيس نادي طلع على الآلة على رئيس لجنة حكامك اللي أنت معيّنه إنه شاذ جنسيًا، فما أنتاش قد الأجنبي يا اتحاد كورة، يا جمال يا علام يا أنت رئيسها، ما أنتاش قد اتحاد الكورة ما تجيبش يا عم، ما تجيبش أجانب يا عم، ما تفضحوناش يا عم، ما تجرسوناش برّه، هي ناقصة تجريس؟ مش كفاية الفضيحة اللي قبل كده لمّا يطلع رئيس نادي الزمالك يقول أنا لعيبتي بتشرب حشيش وبتجيب نسوان، والصحف الأسبانية واليونانية كلها كتبت عن الموضوع ده، يا جماعة أنتم كده أنت كده كويس يعني؟ أنت مش المفروض اتحاد كورة يا مصر بتمثل مصر، تمثل مصر إيه؟ هو أنت بعد كده لمّا اتحاد كورة تقدّم على مسابقات والّا تقدّم على إنك تنظّم مسابقات والّا حد هيعبّرك والّا هيبُص في وشّك؟ ما الأجنبي اللي بييجي عندك بيتهان وبيتقال عليه شاذ جنسيًا، ما تفوقوا يا جدعان، ما تفوقوا، ده إيه القرف ده؟ أقسم بالله العظيم قرف يعني، دي حاجة. طيب حتى أصلًا محمد سراج الدين لمّا جه اتكلّم علّق على الموضوع ده بقى محمد سراج الدين بيتريق آه والله العظيم، قال لك إيه محمد سراج الدين؟ محمد سراج الدين قال لك: "لأ الدنيا تمام، السحر وصل the sun." ده وصل the sun والmirror. فبيقول لك إيه محمد سراج الدين: "السحر وصل the sun." مش معقول كده. وبعدين يا جماعة طالما الراجل بيتجول في الشوارع بدون مضايقات، اللي هو بيعلّق على بيان اتحاد الكورة، بيتريق عليه، وبيحتسي حمص الشام بيبقى في أمان، ويبقى so what؟ حماية إيه اللي أنت عايزها؟ إزاي يصل بيك الجرأة تطلب طلب زي كده؟ يعني هو بيتريق إن اتحاد الكورة معترض إن كلاتنبرج بيطلب حماية، آه طبعًا عايز حماية. هو راح السفارة قال لهم: "أنا عايز حماية من تهديدات مرتضى منصور وأنصاره." قالوا له: "سافر حالًا." يا كفتة، يا اتحاد كورة يا كفتة، ما لكش فيه، ما أنتاش قد الأجنبي ما تجيبوش، ما تفضحناش وتجرّسنا، هي ناقصة جُرثة؟